ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب دايما. كل سنه وانتم طيبين، وعيد الاضحى خلاص على الابواب. النهارده بقى جايبه لكم شويه مشتريات كده من اللحمه عشان نكون مستعدين وما نستناش بقى الزحمه والغلا في اخر لحظه. نكون مجهزين كل حاجتنا من بدري، تفريزات بقى وكله. متنسوش اللايك يا حبايب قلبي، كل اللي بيتفرج على الفيديو يحط اللايك، وعايزاكم كده تنوروني في قناتي وتكبر بيكم باذن الله. خلينا نبدأ. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بصوا بقى، ده كده مشتريات العيد بتاعتي انا. كده خلاص مش هجيب لحمه كده، يعني انا جبت كده لحمه العيد خلاص، الحمد لله اللهم لك الحمد. اول حاجه طبعا ركزت عليها كانت اللحمه. اهم حاجه يا جماعه اللحمه نكون جايبينها من مكان موثوق. انا جايباها يعني من عندنا مكان انا متعوده اجيب منه دايما كل سنه. طبعا الاسعار كانت معقوله نسبيا، بس اهم حاجه انك تشتري بدري وتختاري صح. وصدقوني التنظيم والتفريز قبلها بيريحك جدا في ايام العيد. تعالوا كده نشوف مع بعض الاسعار. بصوا بقى الاسعار. المفروم دوت المفروض ان هو عرق تريبيانكو، عامله 129. وفي واحد كمان هو المفروض ان دول نصوص، انا جايبه كيلو ونص 3 نصوص. في واحده عامله 126. وفي النص ده كمان ده عامل 127. يعني الاسعار كلها قريبه من بعضها. بصوا بقى اللحمه دي لحمه السليق عامله 249. فتة بقى والكبسة ده وش فخدة. بصوا جبت ايه كمان، جبت سجق، جبت ربع عامل 46. قلت اجربه برضو، لو عجبني ابقى اجيب منه تاني. بصوا بقى اللحمة المفرومة انا جايباها نص هعمله برجر ونص هعمله كفتة والنص التاني هعمله حواوشي بأمر الله. طبعا اللحمة المفرومة انا طلبت فيها نسبة دهن قليلة عشان الكفتة، ووصيت الجزار يعملها يطحنها على مرتين عشان تمسك نفسها كده كويس وايه وما تفكش معايا. وبس كده يا حبايبي، يا رب يكون الفيديو عجبكم وكان خفيف على قلبكم. متنسوش اللايك، عايزة قناتي تكبر بيكو وتنوروني في قناتي وتشرفوني. كل اللي يشوف الفيديو يحط اللايك والاشتراك طبعا اكيد. وقولوا لي بقى ايه اكتر قطعية من اللحمة انتوا بتحبوها، واستنوني بأمر الله في فيديوهات العيد الجاية في وصفات وافكار هتحبوها جدا.